السلام عليكم يا اولى اعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد الجزء الثاني علشان نخلص الدرس الثالث كله. اللي ما شافش الجزء الاول من الدرس ده هسيبه لكم فوق وفي اخر الفيديو تحت العنوان. يلا بينا نبدا علشان هنعرف معلومات حلوه جميله ونفهم سوا. ما ننساش نعمل لايك للفيديو. في الفيديو ده يا اولى اعدادي احنا اتكلمنا عن خواص الماده، سواء خواص فيزيائيه او كيميائيه. طيب احنا دلوقتي المواد اللي حوالينا كلها احنا هنقسمها دلوقتي ونصنفها. فتعالوا كده نصنف المواد ونقسمها سوا. كل المواد بنقسمها الى نوعين، حاجه بسميها مخاليط وحاجه بسميها مواد نقيه. يبقى انا دلوقتي عندي مواد نقيه وعندي مخاليط. طيب المواد النقيه قال لنا زي حاجتين هنعرفهم بالتفصيل، حاجه اسمها عناصر وحاجه ثانيه اسمها مركبات. هنبدا يا اولى اعدادي بالمخاليط وبعد كده نشوف المواد النقيه باذن الله يعني ايه عناصر ويعني ايه مركبات. طب في البدايه كده يعني ايه مخاليط؟ لو قلت لك كلمه مخاليط مفردها ايه؟ احسنت، مخلوط. طب المخلوط ده عباره عن ايه؟ عباره عن يمس ان انا بجيب حاجات كده وبخلطها في بعض. برافو عليك. دلوقتي احنا يا جماعه لو هنعمل طبق سلطه بنجيب طماطم بقى وخيار وخس وجرجير وبنقطعه. طيب بعد ما عملت لهم الخليط ده انت تقدر تفصل الطماطم وحديها والبصل وحديه مثلا والخيار وحديه والكلام ده؟ يبقى المخلوط عباره عن ايه؟ عباره عن مواد. المواد دي مكونه من ايه؟ ماده 2 3 زي طبق السلطه. طبق السلطه ده مكون من كذا كذا كذا. يبقى المخلوط اللي عندنا برضه عباره عن مواد. المواد دي مكونه مثلا من مادتين، من 3، من 4، من 5. لا انا هعمل مثلا سلطه هستخدم خيار وخس بس، او خيار وطماطم بس. لا ده انا هستخدم جزر وجرجير وفلفل، حاجات كتير. يبقى اول حاجه لما اقول لك كلمه مخاليط يعني ايه هتقول لي هي مواد مكونه من ايه بقى؟ زي طبق السلطه مكون من ايه؟ مكون اكثر من ماده. يبقى هي مواد مكونه من مادتين او اكثر. مادتين او او اكثر. يبقى اي حاجه مكونه من مادتين 3 4 5 6 10 بقى دي بقول عليها مخاليط. طيب نتخيل كده لو احنا جبنا مثلا شويه رمله وحطيناهم في الميه او شويه ملح ودوبناهم في الميه، هل هيتاخدوا كيميائيا؟ قال لك لا، غير متحده كيميائيا. طب يمس انا برضه مش فاهم يعني ايه غير متحده كيميائيا؟ يعني انا دلوقتي يا جماعه مثلا جبنا شويه رمله وحطيناهم في الميه، هل اتحدوا مع الميه ودخلوا في تركيب الميه واتغيرت هما الاثنين وادوني حاجه جديده خالص؟ لا، هما اتخلطوا مع بعض، بس كل ماده ليها التركيب بتاعها وليها الخصائص بتاعتها. يبقى هما كده غير متحدين كيميائيا، هما اتخلطوا مع بعض. المواد اللي اتحدت كيميائيا دي اقول اعدادي واديتني المخلوط، هل ممكن ان احنا نفصل المكونات دي عن بعضها مره ثانيه؟ قال لك يبقى المخلوط دي عباره عن المواد اللي اتكونت من مادتين او 3 او اكثر. وكمان قال لك ويمكن فصلها. افصلها ازاي بقى؟ قال لك افصلها بطرق فيزيائيه. افصلها بطرق فيزيائيه. طيب الطرق الفيزيائيه دي زي ايه؟ قال لك زي عندنا 3 حاجات. اول حاجه الترشيح. اول حاجه الترشيح. تاني حاجه التبخير والتكثيف، كل ده هيتشرح. واخر طريقه معايا اللي هي الفصل المغناطيسي. طريقه الفصل المغناطيسي. طب ما تيجي نبدا كده بطريقه الفصل المغناطيسي. يبقى انا كده اللي عرفته معايا ان عندي مخاليط. المخاليط دي عباره عن مواد. المواد دي مكونه من مادتين او اكتر، والمواد دي مش بتبقى متحده كيميائيا. لا انا اقدر افصل المواد دي تاني عن بعضيها بعده طرق. الطرق دي فيزيائيه، يعني انا اقدر من خلال الحواس بتاعتي افصلها. طب زي زي ال3 دول. يبقى لما اقول لك من طرق فصل المخاليط نقط ونقط ونقط هتقول لي الترشيح، التبخير والتكثيف، والفصل المغناطيسي. طيب نتخيل كده واحنا هنشوف دلوقتي قدامنا، لو احنا مثلا في شويه رمله
وحطينا بقى برادة حديد كده، حديد صغير كده متقطع، او شويه دبابيس او شويه رمله، وخلطناهم كده مع بعضيهم. طب انا عايزه افصل براده الحديد الصغننه من الرمله، افصلها ازاي؟ هفضل انقي بايدي؟ لا، امال ايه؟ اجيب مغناطيس. المغناطيس احنا عارفين ان هو بيجذب مين؟ بيجذب الحديد. فلما احط بقى زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، لما جاب المغناطيس وقربوا كده للمخلوط ده، ايه اللي حصل؟ المغناطيس جذب براده الحديد، فبالتالي الحديد بقى وحدي والرمله بقت ايه؟ وحدي. انا كده فصلت. يبقى دي الطريقه بتاعت الفصل مين؟ المغناطيس. خلاص؟ يبقى جربوها لو عندكم مغناطيس يعني كده، هاتوا شويه رمله، شويه تراب، اي حاجه كده، وحطوا فيها شويه دبابيس وشويه حاجات كده، وقتوا مغناطيس هيفصلوكوا ده عن ده. يبقى دي اول حاجه. يبقى انا كده المخليط فعلا اقدر ايه؟ افصلها. ليه اقدر افصلها؟ علشان هي مش متحده كيميائيا، كل ماده ليها خواصها. خلاص؟ ما اتحدوش لسه كيميائيا. طيب تاني طريقه بقى، قال لك طريقه الترشيح. ايه الترشيح بقى؟ الترشيح دي طريقه بفصل بيها. افصل بيها ايه بقى؟ دلوقتي لو جبنا شويه ميه وحطينا فيهم شويه رمله، احوش الرمله عن الميه ازاي؟ افصل الرمله عن الميه ازاي؟ حد يقول لي مستر امسك الرمله واطلعها؟ لا لا، انا عايزه الرمله كلها تتحاش عن الميه. احوشها ازاي؟ برافو عليها، عن طريق الترشيح. طب ايه طريقه الترشيح؟ زي ما انت هتشوف كده، احنا بنجيب الميه اللي فيها رمله وبيحطها في دورق كده ازاز، تمام، وبيحط كده ورقه اسمها ورقه ترشيح، وبيحط بقى الميه بين بالرمله. طيب ايه اللي هينزل في الدورق من تحت؟ الميه ولا الرمله؟ لا، الميه هتنزل لتحت. طب مين اللي يتبقى من فوق؟ الرمله. يبقى انا هنا كده رشحتها. يعني ايه رشحتها؟ يعني عزلت الرمله عن مين؟ عن الميه. الميه نزلت في الدورق علشان هي ماده سائله، اما الرمله عشان ماده صلبه مش هتقدر تنزل زي مين؟ الميه. ودي بقول عليها طريقه مين؟ الترشيح. طيب دلوقتي مثلا نصعبها شويه بقى. جبت لك بقى شويه ميه وحطينا فيها ملح، دوبنا الملح، وبعد كده قلت لك افصل بقى يا عم الميه عن الملح. تقول لي ازاي دي بقى؟ ده انا ولا ما شايفش الملح خالص. في طريقه بقى عملوها اللي هي اخر طريقه، اللي هي ايه؟ التبخير والتكثيف. عملوا بقى ايه؟ جايلك احنا ايه؟ هناخد الميه اللي فيها ملح ومدوبينه ده ونحطها على النار، على الحراره، نزود عليها الحراره. الميه يحصل لها ايه؟ تبتدي تغلي. طيب لما الميه تبتدي تغلي، ايه اللي بيطلع؟ بخار ميه. فراحوا جابوا ازاز كده، لوح ازاز، بخار الميه بيطلع فين؟ على اللوح الازاز. طب بخار الميه لما بيطلع على لوح الازاز بيتحول الى نقط كده، تمام، فقاعات. زي بقى يا جماعه لما ماما بتطبخ وتغطي الحله، لما نيجي نعجن الحله بلاقي فيه قطرات ميه على الغطا بتاع الحله من جوه. هو ده نفس النظام. يبقى انا دلوقتي التبخير اللي انا بحط المحلول بتاعي او المخلوط بتاعي اللي هو الميه بالملح ده واغليه، طلع بخار، يبقى ده تبخير. ماشي، ببخره كده. وبعد كده ايه؟ لما قطرات البخار دي تتجمع مع بعضها وتديني قطرات ميه، دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها التكثيف. يبقى عن طريق التبخير والتكثيف انا برضو بقدر افصل مين؟ المخلوط. طب واحد هيقول لي طب يا مس ماشي، طب لما الميه اتبخرت ايه اللي هيتبقى؟ اللي هيتبقى الملح في الاناء، اللي هيتبقى مين؟ الملح. طيب اللي اتبخرت هي مين؟ الميه. خلاص؟ يبقى دي من طرق الفصل بتاعت ايه؟ المخلوط. يبقى انا دلوقتي الحصه بتاعتي فهمت ان المواد بقسمها لمخاليط وبقسمها لمواد نقيه. المخاليط دي مواد مكونه من مادتين او 3 أو 4. المواد دي مش متحده كيميائيا، عشان كده انا بقدر افصلها بالطرق دي، اما بالترشيح او بالتبخير والتكثيف او بالفصل المغناطيسي. طيب تعالوا بقى نمسح اللي على السبوره ونشوف المخلوط دي انواعها ايه. طيب المخلوط يا والعادي هنقسمه لنوعين باذن الله. اول نوع عندي مخلوط متجانس. هقول ورايا، يبقى اول نوع اسمه ايه؟ برافو، مخلوط متجانس. تاني نوع بسميه مخلوط عكسها ايه بقى؟ غير متجانس. يبقى انا المخاليط اللي عندنا اما مخاليط متجانسه او غير متجانسه. طيب المخلوط المتجانس احنا بنسميه اسم دلع تاني، بنسميه المحلول.
بسميه ايه؟ برافو عليك، المحلول. طيب يعني ايه مخلوط متجانس ويعني ايه مخلوط غير متجانس؟ دلوقتي نتخيل ان احنا معنا كوبايه ميه ودوبنا الملح في الميه. هل انت عينك قدرت تميز المكونات بتاعت المحلول؟ يعني انا دلوقتي لو جبت لك كوبايه، انت قلت انا عايزه اشرب، وجبت لك ميه بملح، هل انت وانا بديك الكوبايه هتقدر تميز لا ده فيها ملح الكوبايه؟ لا. ليه؟ لان انت عينك ما قدرتش تميز المكونات بتاعته. هل قدرت تشوف الملح؟ لا، ما خلاص ده في الميه. يبقى اذا المخلوط المتجانس او المحلول عباره عن مخلوط لا يمكن تمييز مكوناته. انا مش بقدر اميز مكوناته بالعين المجرده، بعينك العاديه يعني. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي لو جبت كوبايه، الكوبايه دي فيها ميه وحطيت فيها ملح، يبقى اذا اتكون ايه؟ مخلوط. طب انت عينك هتقدر تلاحظ الملح وهو دايب في الميه؟ لا، انت بتفتكرها ميه عاديه. فانا مش هميز مين المكونات بتاعته. يبقى لما اجيب لك في الامتحان مخلوط لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجرده، هتقول لي ده المخلوط ايه؟ المتجانس. يبقى كلمه متجانس يعني هما الاثنين بقى انت مش هتقدر تميزهم ابدا عن بعض بمجرد ما تشوفهم. اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي عايزه افصل الملح عن الميه. اولا الملح ده ماده ايه؟ برافو، ماده صلبه. الماده الصلبه دي ذابت في مين؟ في الميه، ذابت في الميه. يبقى انا زي ما قلت لكم احنا عندنا 3 طرق لمين؟ علشان افصل المخلوط اللي عندي. طب ينفع طريقه الفصل المغناطيسي؟ لا، يمس. ليه؟ لان المغناطيس لا هيجذب الميه ولا هيجذب الملح، يبقى مش هستخدمها. طب ينفع الترشيح؟ لا، يمس، عشان الملح ده دايب في الميه اصلا. امال ينفع ايه؟ برافو عليك، اللي هي طريقه مين بقى؟ ركز معايا كده، التبخير والتكثيف. يا مس، يعني انت قصدك يا مس ان انا بقى هستخدم النار بقى واغلي المحلول ده علشان الميه دي تتبخر، واجيب له ازاز كده، والميه لما بتتبخر بخار الميه يطلع كده على الازاز كده ويبقى قطرات ميه، والميه تنزل هنا والملح يبقى هنا؟ يا مس، يبقى دي طريقه التبخير والتكثيف. يبقى انا دلوقتي عرفت يعني ايه محلول ايه؟ متجانس، وعرفت الطريقه اللي انا هفصل بيها المحلول مين؟ المتجانس. برافو عليك. طب افرض بقى صعبتها عليك وقلت لك يعني ايه تبخير وتكثيف؟ هتقول لي والله دي طريقه بفصل بيها المخلوط اللي مكون من مواد صلبه دايبه في مين؟ في الميه. برافو عليك. لما اقول لك يا اولى اعدادي ايه هي الطريقه اللي انا بفصل بيها المكونات المحلول، مكونات مين؟ المحلول. انا خلاص عندي محلول اهو، ملح وميه بقى محلول. ايه هي الطريقه اللي بستخدمها لفصل مكونات المحلول لماده صلبه ذائبه في الميه؟ هتقول لي ايه؟ احسنت، التبخير ومين؟ والتكثيف. احنا عايزين نفهم اكتر. خلاص؟ وبكده نكون خلصنا المخلوط مين؟ المتجانس. مين يفكرني بتعريفه تاني؟ برافو عليك. يبقى المخلوط المتجانس ده لا يمكن تمييزه، لا يمكن تمييز مكوناته بالعين مين؟ المجرده. طيب المخلوط الغير متجانس نفس التعريف، بس ايه بقى؟ من اسمه غير متجانس، يبقى انا عيني هتميز المكونات بتاعته. يعني انا دلوقتي قدامي طبق سلطه، اقدر اميز الطماطم، الخيار، البصل، الخس، الجرجير، الكلام ده كله. يبقى ده عباره عن مخلوط يمكن ونكمل التعريف كله بقى. يمكن ايه بقى؟ يمكن تمييز مكوناته ماشي بالطرق بالعين المجرده. بالعين ايه؟ المجرده. خلاص كده؟ مين ملاحظ يا جماعه؟ نفس التعريف، بس في المخلوط المتجانس انا هنا لا يمكن اميز مكوناته، ولكن المخلوط الغير متجانس لا، انا بميز مكوناته، يمكن تمييز مكوناته. خلاص؟ طب ادينا مثال يا مس، زي مثال الملح، مثال الماء والرمله. طيب جبنا شويه ميه وحطينا فيهم رمله،
انت لو اديت الكوبايه هتبقى عارف لا ده ميه يا ميسي، ده فيه رمله، صح ولا لا؟ يبقى انت كده ميزت ايه؟ ميزت بعينك المجرده المخلوط ده، عرفت مكوناته ايه، صح ولا لا؟ يبقى لما اجي اقول لك قارن ما بين المخلوط المتجانس والمخلوط الغير متجانس، هتقول لي ايه؟ المتجانس والله يا ميس ده مخلوط، او اللي هو المحلول يعني مخلوط لا يمكن اميزه بعين المجرده، ما ميزت المكونات بتاعته. طب المخلوط الغير متجانس قال لك لا ده مخلوط بميز المكونات ايه بتاعته. طيب مين شاطر بقى؟ الرمله والميه نفصلهم ازاي؟ ينفع عن طريق التبخير والتكثيف ولا عن طريق الفصل المغناطيسي؟ طبعا الفصل المغناطيسي مش هينفع. امال ايه بقى اللي هينفع؟ برافو عليك، اللي هينفع اللي هو ايه؟ الترشيح. يبقى عن طريق مين؟ الترشيح. طيب هو الرمله دي يا جماعه ماده ايه؟ برافو عليك، صلبه. طب الماده الصلبه دي دايبه في الميه؟ قال لك لا. يبقى خلي بالك انا هنا طريقه الترشيح دي بفصل بيها المواد اللي مش بتدوب في الميه. تاني، يبقى طريقه الترشيح دي طريقه بستخدمها علشان افصل بيها المكونات الصلبه الغير زائله في الماء. امال مين فاكر بقى التبخير والتكثيف اللي هو الملح والميه؟ برافو عليك، انا بفصل بيها المكونات الدايبه في الميه. طالما الملح داب في الميه يبقى انا هستخدم ايه؟ التبخير والتكثيف. طب الرمله مش دايبه في الميه يبقى هستخدم طريقه مين؟ الترشيح. فهمنا؟ خلاص كده يا جماعه اتفقنا؟ يبقى انا كده خلصت المخاليط. يبقى انا المخاليط دي عباره عن مواد مكونه من مادتين 3 4 مخلوطين مع بعضهم، وممكن افصلهم بالطرق الفيزيائيه، بالطرق اللي انا ممكن الاحظها زي ما اتفقنا. ايه وايه وايه؟ تقول في الكومنتات الثلاث طرق اللي خدناهم. طيب ده المخاليط، يبقى المخاليط انا ممكن افصلهم. طيب المواد النقيه بقى قال لك دي مواد لا يمكن فصلها، يعني انا ما اقدرش افصلها بالطرق الفيزيائيه اللي احنا ايه عرفناها من شويه. يبقى دي مواد لا يمكن ابدا ان انا افصلها. خلاص؟ طيب مين فاكر المواد النقيه كنت بقسمها لايه وايه بسرعه؟ احسنت، بقسمها لعناصر وبقسمها لمين؟ برافو عليك، لمركبات. يبقى انا دلوقتي ماشيين على الخريطه اهو. يبقى انا عندي المواد النقيه اسمها نقيه، يعني مواد ما ينفعش ان انا افصلها. اديكم مثال بسيط قوي على ارض الواقع. مثلا يعني انت عندك طماطميات، هل انا من الطماطميات دي اقدر اطلع الخيار بقى والجرجير ومكونات السلطه والكلام ده؟ لا. يبقى دي ماده نقيه طماطم بس، عندي اكسجين بس، عندي مثلا حديد وبس، مفيش اي ماده ثانيه تبقى مخلوطه ايه معها. عشان كده انا بقول الماده ايه؟ نقيه. يبقى الماده النقيه دي لا يمكن ايه افصلها بالطرق اللي احنا شفناها. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي العناصر وايه هي المركبات. وسريعا، العناصر دي جمع، مفردها ايه؟ برافو، مفردها عنصر. تمام؟ طيب المركبات جمع، مفردها ايه؟ برافو عليك، مركب. طيب انا عايز اعرف يعني ايه عنصر ويعني ايه مركب. نعمل لايك للفيديو عشان نعرف سوا. نيجي بقى للعنصر. يعني ايه عنصر؟ قال لك العنصر ده ابسط صوره نقيه للماده. يعني مثلا انا عندي ماده الاكسجين. طيب الاكسجين ده بسميه عنصر. يعني هل الاكسجين ده الماده النقيه دي ممكن احللها واطلع منها مواد ثانيه من نفس الماده؟ قال لك لا. يبقى كلمه عنصر هو ابسط صوره نقيه موجوده للماده. طب يمكن احللها لحاجه ابسط منها؟ قال لك لا. يبقى لما نيجي نعرف العنصر، تعالوا كده معايا، هتقول لي هو ابسط صوره للماده. ابسط صوره لايه؟ للماده. ماشي؟ عندك الماده بقى ايا كان، عندك اكسجين، عندك زئبق، ايا كانت الماده دي ابسط صوره نقيه مين ليها. طب ابسط صوره نقيه لا يمكن تحليلها، يعني انا خلاص هي دي ابسط حاجه للماده، هحللها ليه تاني؟ لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منه. يعني انا مش هقدر احللها تاني
بالطرق الكيميائيه او الفيزيائيه. يبقى انا مهما استخدمت طرق كيميائيه او الطرق الفيزيائيه العاديه انا لا يمكن احللها الى ما هو ابسط منها. خلاص كده يا جماعه. يبقى انا لما باجي بعرف العنصر، لو قلت لك ابسط صوره نقيه للماده، ماشي، ابسط صوره نقيه للماده لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائيه او الفيزيائيه، هتقول لي مين العنصر. زي مين بقى؟ زي مثلا الاكسجين. طيب الاكسجين يا جماعه اللي احنا خدنا رمزه برافو عليك او. طيب الاكسجين موجود حوالينا على هيئه على هيئه ذرات. طيب انا دلوقتي الذرات دي لما بتتكون مع بعضها او ترتبط مع بعضها بتديني جزيء. يبقى العنصر بيبقى مثلا امثله عليها زي جزيء الاكسجين. جزيء مين؟ الاكسجين. يبقى كلمه جزيء هم اللي جايبها لك في الكتاب يعني ايه، بس انا هقول لك. انا عندي رمز الاكسجين اهو، تمام؟ بس الغاز الاكسجين وهو موجود في الطبيعه هل بيبقى او واحده؟ قال لك لا، بيبقى 2 او. يبقى O2. يبقى زي غاز مين؟ يبقى زي الجزيء مين؟ الاكسجين. طب الجزيء الاكسجين دي مكون من كام ذره اكسجين؟ هتقول لي 2. ادي O زائد O هتديني O2. خلاص يبقى ده اكسجين. خلاص؟ طيب زي مثلا، طب لو انا عندي O و هيديني ماده ثانيه مختلفه اسمها الاوزون، هتاخدوها ان شاء الله. يبقى الاوزون رمزه O3. يبقى انا هنا 3 ذرات، يبقى عنصر مكون من الجزيء بتاعه مكون من 3 ذرات. طيب ده جزيء عنصر مكون من ذرتين، هو مين؟ الاكسجين. جزيء مثلا مكون من ذره واحده زي سي اللي هو الكربون. يبقى انا دلوقتي عندي امثله للعناصر، الامثله الجزيئات عندي والله جزيء مكون من ذره واحده زي مين؟ كربون سي. طب عندي جزيء مكون من 3 ذرات اوزون. طب مكونه من ذرتين اللي هو مين؟ الاكسجين. لازم تبقى عارفها. يبقى انت دلوقتي عرفت ان بيبقى عندنا مواد نقيه. المواد النقيه دي بسميها العناصر. العناصر دي لا يمكن افصلها او احللها بالطرق الكيميائيه العاديه، ما اقدرش احللها لحاجه ابسط منها. خلاص؟ زي ما بقول لك الطماطم، طب ماشي الطماطم احنا ممكن نقطعها، ممكن نخزنها بطريقه كذا، بس هل انا اقدر ان انا احللها لحاجه ابسط منها؟ يعني انا بشبهها لكم بدي. خلاص؟ زي مثلا الحديد. انا عندي حديد، طيب الحديد ده ممكن احلله لحاجه ابسط منه؟ ابسط من الحديد؟ لا. عندي نحاس، عندي ذهب خالص كده، ذهب نقي ما فيهوش اي مواد تانية، يبقى هكذا. يبقى كلمه عنصر معناها ابسط صوره نقيه للماده لا يمكن احللها لحاجه ابسط منها. الطرق الكيميائيه بقى والفيزيائيه. وعرفنا ان انا عندي جزيء يتكون من ذره واحده زي كربون، ذرتين زي الاكسجين، 3 ذرات زي مين؟ جزيء الاوزون. طيب انت اول مره تسمع الاوزون، هو الاوزون ده الاوزون ده عباره عن غاز بيبقى موجود في طبقه معينه في طبقات الغلاف الجوي اللي محيطه بكوكب مين؟ الارض. انت شايف كميه المعلومات اللي انت بتاخدها؟ يعني انا عايزاك لما تبقى كميه المعلومات دي بتسمعها بغض النظر انك انت هتدرسها وتمتحن فيها، تخيل عظمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو خالق كل ده، وكمان خالق البني ادمين اللي بيكتشفوا وبيدرسوا الحاجات دي. سبحان الله، سبحان الله العليم. طيب تعالى كده لو قلت لك ايه الفرق بين جزيء الاكسجين والاوزون؟ هما الاثنين بيختلفوا بايه ويتشابهوا في ايه؟ هتقول لي والله يا مس هما الاثنين اولا بيختلفوا في ان الجزيء بتاع الاكسجين عنده ذرتين اكسجين، لكن ده هنا عنده عديد الاكسجين، عنده كتير 3 اما ده 2. طيب ايه بقى المتشابه فيهم؟ ان هما بيتكونوا من عنصر برافو، عنصر الاكسجين، بس عدد الذرات بيختلف، وبالتالي الاسماء الجزيئات بتختلف. خلاص كده يا جماعه، الجزئيه دي مهمه. بينا بقى على المركبات. مسحنا السبوره، يبقى انا كده عرفت ان المواد بقسمها لمخاليط ومواد نقيه. المواد النقيه دي اللي احنا بدانا فيها وقلنا ان هي بتتكون من برافو عليك، من عناصر زي ما خدنا من شويه. وايه بقى المركبات اللي احنا هنبدا فيها؟ زي ما اتفقنا المركبات دي جمع، مفردها برافو عليك، مفردها مركب. طب عايزين نعرف يعني ايه مركب.
طيب اولا تعالوا نشوف ايه هي الامثله بتاعت المركب ومن خلالها نقدر نفهم يعني ايه مركب. قال لك المركب زي مثلا الماء دي مركب ولا عنصر؟ برافو عليك، مركب. طيب زي ايه؟ قال لك زي اكسيد الزئبق. اكسيد مين؟ الزئبق ده برضه مين؟ برضه من المركبات. طيب المركب ده بقى ايه؟ هتقولي والله يا مس المركب ده عباره عن ماده نقيه. اوكي ماشي مفيش مشكله. طيب الماده دي او المركب ده نتج عن ايه؟ قال لك خلي بالك انا عندي مادتين، المادتين دول اتحدوا كيميائيا مع بعضهم بنسب وزنيه ثابته، وبعد ما اتحدوا مع بعضهم ادوني حاجه جديده اسمها ايه؟ المركب. زي مين؟ الميه. احنا بنشرب الميه. طيب الميه دي مكونه من ايه بقى؟ قال لك لو دخلنا جوه الميه هنلاقي مكونه من هيدروجين واكسجين. هيدروجين وايه؟ اكسجين. يعني هلاقي فيها ذرات هيدروجين واكسجين. طب الهيدروجين كام يا مس؟ كام ذره؟ والاكسجين كام ذره؟ الاكسجين زي ما احنا عارفين O2 ماشي، والهيدروجين O. يبقى انا الميه لو قلت لك رمزها ايه؟ هتقول لي H2O. يبقى انا الميه مركب ولا عنصر؟ ها لا ده مركب يا مس. شايفه يا مس انا هنا عندي مادتين، عندي اكسجين عندي هيدروجين، هما الاثنين اتحدوا اتحاد كيميائي مع بعضيها وادوني اللي هو ايه؟ الميه. يبقى الميه اللي احنا بنشربها هل هي هيدروجين بس؟ لا. طب هل هي اكسجين بس؟ لا، الاثنين هيدروجين ومين؟ اكسجين بنسب معينه. انا هنا عندي ذرتين هيدروجين وعندي ذره مين؟ اكسجين بنسب وزنيه ايه؟ ثابته. خلاص؟ او بنسب كتليه ايه؟ ثابته. يبقى انا خلاص كده يا جماعه. يبقى لما اعرف لك اقول لك يعني ايه مركب هتقول لي هو عباره عن ماده نقيه. انا شكل التعريف عشان عايزاك انت تركز افهم الاول. يبقى المركب هو عباره عن ماده نقيه. الماده النقيه دي نتجت من ايه؟ المركب ده نتج من ايه؟ نتج من اتحاد مادتين، اتحاد مادتين او اكثر كيميائيا، اتحدوا كيميائيا. خلاص؟ طيب الاتحاد الكيميائي ده اتحدوا بنسب وزنيه ايه؟ ثابته او بنسب كتليه ايه؟ ثابته. اتفقنا؟ زي مثلا ايه؟ الميه، عرفنا ان الميه مكونه من هيدروجين ومين؟ اكسجين. طب لو الهيدروجين وحديه اقول لا ده عنصر. طيب اكسجين وحديه لا ده عنصر. طب لو هما الاثنين مع بعض هقول ايه؟ ده مركب. اتفقنا؟ طيب زي اكسيد مين؟ الزئبق برضه. انا عندي زئبق وعندي اكسجين. طالما الاكسجين والزئبق اتحدوا مع بعضهم يبقى ادتني ماده اسمها اكسيد مين؟ الزئبق. يبقى اكسيد الزئبق مركب ولا عنصر؟ لا ده مادتين مع بعضهم يبقى اكيد متحدين كيميائيا. لا يا بس ده مركب. اتفقنا؟ نعمل لايك كده. شفتوا بكل سهوله كده يا ولاد عاديه انا كتبت لكم رمز الميه ازاي؟ يبقى احنا عارفين الميه. يبقى لما اقول لك رمز الميه ايه؟ هتقول لها ايه؟ H2O. يبقى الصيغه دي اللي انا كتبتها دي بقول عليها صيغه جزيئيه. يبقى الصيغه الجزيئيه تعالوا نجيب القلم الاسود. الصيغه الجزيئيه هي اولى اعدادي. الصيغه الجزيئيه دي صيغه يعني طريقه بوضح فيها عدد ونوع الذرات اللي داخله في مين؟ في تركيب الجزيء. يبقى انا دلوقتي بدل ما هي اكتب كلمه ماء بالعربي اختصرها والصيغه الجزيئيه واكتبها H2O مثلا يعني. يبقى لما اقول لك اكتب المصطلح العلمي صيغه بتعبر عن عدد ونوع الذرات ايه اللي مكونه للجزيء العنصر او المركب يبقى هتقول لي ايه؟ الصيغه مين؟ الجزيئيه. خلاص؟ طب يا مس الصيغه الجزيئيه دي انت عارفها بتاعت الميه دي اعرفها علشان في مثالين دلوقتي هنعرفهم سوا مع بعضين. طب يا مس يعني هو الميه دي اللي احنا بنشربها الهيدروجين والاكسجين زي ما حضرتك كاتبه كده وده خلاص مركب يعني هما الاثنين متحدين كيميائيا. طب يا مس طالما هما اتحدوا كيميائيا الميه دي ما اقدرش افصلها عن بعضيها؟ قال لك بتقدر تفصلها بطريقه واحده. الطريقه دي اللي انا بفصل بيها الميه بسميها بصوا كده طريقه التحليل الكهربي. طريقه التحليل مين؟ الكهربي.
انا هختصر الطريقه عشان هي مش عليكم. الطريقه اللي انا بجيب الميه النقيه العاديه وبحللها عن طريق جهاز معين. الجهاز ده بيفصل مكونات الميه، يعني بيخلي الاكسجين وحده والهيدروجين لوحده. هسيبكم كده بفيديو نبص عليه كتجربه يعني، ولكن انتوا مش عليكم تركيب كل حاجه يعني. كل اللي عليكم تعرفوه ان الميه انا بقدر افصلها، بس بقدر افصلها عن طريق مين؟ التحليل الكهربي. تمام؟ شايفين الجهاز ده يا جماعه اللي هو بنحلل بيه الماء كهربيا؟ بصوا كده اسمه جهاز فولتامتر، ولو كده معايا يا جماعه فولتامتر هوفمان. تاني يبقى جهاز اسمه ايه؟ فولتامتر هوفمان. يبقى الجهاز اللي احنا شفناه ده بيحلل الماء كهربيا. طب يا مس ممكن يجي لي ازاي السؤال ده؟ ممكن يجي لك بكذا طريقه. يقول لك يمكن تحليل الماء كهربيا باستخدام جهاز برافو عليك، فولتامتر هوفمان. طيب هقول لك مثلا ليه الماء بيعد من المركبات؟ ليه الماء مركب؟ هتقول والله مثلا هو يتكون من اتحاد الهيدروجين مع الاكسجين بنسب وزنيه ثابته، وكذلك يمكن فصل الماء كهربيا عن طريق تحليل الكهرباء. وخلي بالنا يا جماعه الميه لو يعني سبحان الله لما احنا في العادي في الطبيعه في الواقع بتاعنا الميه مش بتتفصل. يعني انت دلوقتي قدامك شويه ميه، هل احنا ممكن بالعادي كده نفصلهم عن بعضهم؟ لا. يبقى لازم الجهاز بتاع الفولتمتر هوفمان، وده يعني من عظم خلق الله سبحانه وتعالى ان الميه تركيبها معروف، عرفنا تركيبها مكونه من ايه وايه، ومحدش يقدر يخلق سنتي واحد ميه. سبحانك يا رب. طيب بس انت قلتي ان اكسيد الزئبق مكون من زئبق واكسجين. طب ممكن افصلهم يمس عن بعض؟ قال لك برضه، بس عن طريق حاجه اسمها التسخين. يبقى انا بجيب انبوبه كده في المعمل واحط فيها الماده دي اللي هي اكسيد الزئبق واولع عليها النار. طبعا امسكها بماسك مش بايدي عشان سخنه. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ الزئبق هيبقى تحت والاكسجين يتصاعد بقى لانه غاز. اتفقنا؟ يبقى خلي بالنا، يبقى انا كده المركب عرفت معناه وعرفت الامثله بتاعته وعرفت برضه ان انا ممكن افصل المركب، ممكن افصل عن طريق تسخين او عن طريق مين؟ الميه احللها كهربيا. اتفقنا؟ لو جينا بقى يقول عليه قسمنا المركبات دي، عايزين بقى نعرف انواعها. قال لنا هنقسمها لمركبات عضويه ومركبات غير عضويه. طيب تعالوا بقى نشوف المركبات العضويه ليها اسم تاني يا جماعه، بسميها مركبات الكربون. يا مس مش الكربون اللي هو الرمز سي ده؟ قال لك المركبات العضويه دي سبحان الله، قال لك دي مركبات بتبقى ذره الكربون دي بتبقى مرتبطه بذرات هيدروجين، وممكن تبقى مرتبطه بذرات تاني، بس الاساسي ان الكربون هو اللي بيبقى مرتبط بذرات مين؟ الهيدروجين. يعني اساس وجود مين؟ الكربون. خلاص؟ طيب زي ايه بقى؟ قال لك والله ممكن الكربون ده يرتبط باربع ذرات هيدروجين. ادي ذره هيدروجين ودي ذره هيدروجين ودي ذره هيدروجين. يبقى انا هنا كده عندي واحده كربون وعندي كام هيدروجين؟ برافو عليك، عندي 4. طيب ده اسمه ايه بقى؟ CH4. ده بسميه الميثان. بسميه مين؟ الميثان. يبقى المركبات العضويه دي مركبات بترتبط فيها ذره الكربون بذرات هيدروجين وذرات اخرى. زي مثلا ادي الميثان. الميثان ده مرتبط بكام ذره هيدروجين؟ 4. يبقى الاساسي وجود مين؟ الكربون. عشان كده انا بسميها مركبات مين؟ الكربون. خلاص؟ طيب تعالوا كده نشوف. لو انا سالتك يا ولد عديدي قلت لك الميثان ده مكون من كام نوع من العناصر؟ هتقول لي والله ده انا عندي عنصر الكربون، ادي عنصر الكربون وادي عنصر الهيدروجين. يبقى عدد العناصر كام يا جماعه؟ 2. تمام؟ طب لو قلت لك مكون من كام ذره؟ هتقول لي يا مس الكربون هنا ذره والهيدروجين هنا 4، يبقى كله على بعضيه مكون من 5 ذرات. الكلام اللي انا بقوله ده مهم علشان هناخد مثال تاني عليه.
وهيجي اسئله في الامتحان. خلاص؟ يبقى المركبات العضويه اللي هي مركبات الكربون مثال عليها مين؟ برافو عليك، الميثان. يبقى لما اقول لك الميثان من المركبات الغير عضويه تقول لي ايه؟ غلط، من المركبات مين؟ العضويه. انا عرفت دلوقتي ان المركبات العضويه الكربون بيرتبط بشكل اساسي بالهيدروجين. طب ممكن يبقى برضه فيها اكسجين، ممكن يبقى فيها نيتروجين، ماشي؟ طيب يبقى ده مثال مهم جدا يا جماعه للمركبات ايه؟ العضويه. طب يا مس يعني هو ذرات الكربون والهيدروجين الحاجات دي موجوده حوالينا بس ولا فينا احنا برضه الحاجات دي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا الحاجات دي، يعني انت في جسمك فيه كربون، تمام؟ كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في القشره الارضيه، احنا اولا سيدنا ادم هو اصل مين؟ اصل الانسان. اول انسان اتخلق في الدنيا مين؟ سيدنا ادم، واحنا من ذريته. طيب هو اتخلق من طين، الطين ده ليه مكونات، ليه مكونات كتيره جدا. من ضمن المكونات بلاقي ايه؟ بلاقي بقى الهيدروجين، بلاقي النيتروجين، بلاقي النحاس، بلاقي الصوديوم. الحاجات دي فينا يا مس؟ الحديد فينا، بس هل بتبقى بنفس الصوره اللي بنشوفها حوالينا؟ يعني انت جسمك فيه حديد، طب هل الحديد اللي في جسمك زي حديد الشبابيك بتختلف، ولكن هو ايه؟ موجود. سبحان الله. اقول لك برضه يقول عادي، هو احنا ليه بنسمي المركبات العضويه بمركبات الكربون؟ ليه؟ هتقولي والله لان الكربون يدخل في تكوينها بشكل اساسي، يعني الكربون لازم يبقى موجود. والله ارتبط بهيدروجين اوكي، ارتبط بنيتروجين مفيش مشكله، ارتبط باكسجين مفيش مشكله، اهم حاجه يبقى فيه مين؟ الكربون. طب نيجي بقى للمركبات الغير عضويه. قال لك والله المركبات الغير عضويه دي بتبقى مركبات مرتبطه بذرات عديده متنوعه وممكن نلاقي فيها كربون. يبقى هل هنا في المركبات الغير عضويه هنلاقي الكربون موجود بصوره اساسيه زي هنا؟ لا، انا هنا في المركبات العضويه الكربون لازم يبقى موجود بصوره اساسيه. هنا ممكن الاقيه وممكن ما الاقيهوش، بس مش اساسي. لما اجي اعرف مركبات غير عضويه هتقول لي هي مركبات بتحتوي او بتتكون من عناصر متعدده، يعني فيها عناصر كتير، فيها عناصر ايه؟ كتير. خلاص؟ طب هل الكربون اساسي فيها؟ لا. ماشي؟ طيب مثال عندنا زي ايه مثلا؟ زي حمض اسمه حمض النيتريك. قولوا كده معايا يا جماعه، حمض النيتريك. طب الرمز بتاعه ايه يا مس؟ الرمز بتاعه HNO3. سهله، HNO3. طب تعالوا كده سوا يا جماعه، هو انا هنا عندي كام ذره؟ والله مثلا هنا عندي الهيدروجين ذره، النيتروجين ذره يبقوا 2، والاكسجين 3، يبقى كلهم على بعضهم 5 ذرات. جميل. يبقى احنا ممكن اجيب لك اي صيغه واقول لك عدد الذرات كام. مثلا زي مثلا كده HGO. الاتش دي ده الزئبق، والاو ده ايه؟ اكسجين، يبقى دي ذره وذره 2. خلاص؟ مثلا لو قلت لك كده CO2 دول كام ذره؟ هتقول لي ذره كربون و2 اكسجين يبقوا 3. اتفقنا؟ طب لو قلت لك ايه العناصر اللي موجوده؟ هتقول لي والله عندي هيدروجين ادي عنصر، وعندي نيتروجين ادي عنصر، وعندي اكسجين ادي عنصر. يبقى هنا عندي في المركب ده كام عنصر؟ ده انا هنا عندي 3 عناصر. طب هنا عندي كام عنصر؟ انا هنا يا مس عندي كربون وهنا عندي اكسجين، يبقى يا مس انا عندي عنصرين. يبقى نفرق بين عدد العناصر وعدد الذرات. عدد الذرات زي ما احنا شايفين اهو، كل عنصر داخل بكام ذره؟ والله ده 1 1 2 وده 3 يبقى 5. طب هنا 1 وهنا 3 يبقى ايه؟ 1 و2 يبقوا ايه؟ 3 ذرات. لكن العناصر اللي هي بتبقى مكونه من المركب. خلاص؟ اتفقنا يا جماعه؟ يبقى هيسالنا في الصيغ دي يا جماعه. الحاجات دي مهمه جدا جدا. يبقى الصيغه، يبقى انا عندي الاسم بالعربي عادي. الصيغه دي اللي هي بالرموز دي بسميها الصيغه الجزيئيه، يعني عدد ونوع الذرات اللي داخله ايه؟ او المكونه للجزيء ده العنصر او الجزيء المركب. اتفقنا؟ ما تيجي واقول عليه نلعب لعبه الذرات، عدد الذرات وعدد العناصر. تعالوا كده سوا. لو ضفت لكم الرمز ده H2SO4 وقلت لك عدد الذرات كام؟
وعدد العناصر قد ايه؟ ها؟ تعالوا نشوف عدد الذرات. مين شاطر يحسب؟ برافو عليك. انا هنا عندي الهيدروجين ذرتين، ادي ذرتين، وعندي الاس كام ذره؟ واحده، يبقوا 3. وهنا عندي كام ذره؟ او 4، يبقى 3 و4، يبقى عدد الذرات ايه؟ 7. طب عدد العناصر تعالوا نشوف. ان هنا عندي عنصر هيدروجين، تمام، يبقى دي اول عنصر. عندي الاس انا حافظه الاس كبريت، ها، وعندي الاو اكسجين يا مس، يبقى عدد العناصر كام عنصر؟ برافو عليك 3. ها، طب ما يلا بينا اديكم مثال تاني علشان بقول لك في الامتحان. H2O2 عدد الذرات كام؟ برافو عليك 2 زائد 2 يبقى كام؟ 4. طيب عدد العناصر كام عنصر ده؟ هتقولي والله ده هيدروجين وده اكسجين، يبقى عدد العناصر ايه؟ 2. سهله ولا صعبه؟ طيب احنا دايما يا اولى اعدادي لما بنشوف كده الرسومات اللي راسمينها الفراعنه في البرديات بتاعتهم، بنشوف بيبقوا راسمين كده وملونين الرسومات بتاعتهم بلون ازرق كده جميل. ولو رحنا لاسوان بقى في النوبه بنلاقي ان هما بيلونوا والبيت بتاعهم من بره باللون ده برضه. اللون ده او اللي كانوا بيستخدموه الفراعنه في البرديات بنسميه صبغ الازرق النيلي. يبقى الصبغ ده اسمه ايه؟ ازرق نيلي. يبقى صبغه الازرق النيلي لو جالك في الامتحان بيستخدم في ايه؟ هتقول له يستخدم كده. تعالى نشوف في تلوين البرديات. المصريين القدماء الفراعنه كانوا بيستخدموه في تلوين مين؟ البرديات والتماثيل بتاعتهم، تمام. وبرضه الناس بتستخدمه في تلوين واجهات ايه؟ المنازل. ده الازرق النيلي الصبغ نفسه. طيب الصبغ ده مكون من ايه؟ ها؟ ده يعتبر ايه؟ مكون من ذرات كتير وعناصر كتير. تعالوا نشوف. قال لك مكون من 4 عناصر. يبقى صبغ الازرق النيلي مكون من كام عنصر؟ 4. ايه هما؟ قال لك كالسيوم، قال لك نحاس، كالسيوم ونحاس، قال لك اكسجين، وقال لك ايه؟ خلينا نكتب كده الاكسجين في الاخر، وقال لك الاس كبريت. يبقى هنا عندي مين؟ برافو عليك، عندي كالسيوم، عندي نحاس، وعندي ايه برضه؟ وعندي كبريت، وعندي مين؟ اكسجين. خلاص؟ طيب الكالسيوم ده داخل بكام ذره؟ ذره واحده، نحفظها. طب النحاس ذره واحده. طيب الكبريت قال لك 14 ذره. طيب الاكسجين قال لك 10 ذرات. يبقى الصبغ الازرق النسيلي بيتكون من 4 عناصر: كالسيوم، نحاس، كبريت، اكسجين. طيب كام ذره؟ احسب كل دول على بعضيها. لو ما حددتش كام ذره؟ 1 2 و14 16، يبقى عدد الكل 6 ايه و20. اتفقنا؟ طب لو حدد بقى قال لك الكالسيوم اللي فيه صبغ الازرق النيلي كام ذره؟ هتقول 1. طب النحاس 1. طب الاكسجين 10. دي 10 يا جماعه، انا بكتب بالانجلش 10. ماشي؟ خلاص؟ طيب تعالى بقى ممكن يلف علينا في سؤال يقول لك ايه؟ والله الصبغ الازرق النيلي ده اللي مكون من عناصر. ايه هي العناصر الفلزيه اللي مكونه منه؟ عددها كام العناصر دي؟ برافو عليك، احنا عارفين الكالسيوم والنحاس دي عناصر ايه؟ فلزيه. عناصر ايه يا جماعه؟ فلزيه. لكن الاكسجين ده لا فلز، والكبريت برضه نفس النظام. يبقى لازم تبقى عارف ان العناصر الفلزيه كم عنصر؟ 2. طب كام ذره برضه؟ 2. ده لو سالك يعني. اتفقنا؟ ده الصبغ الازرق ايه؟ النيلي. وبعد ما خدنا الصبغ ده وعرفنا ايه هو والذرات بتاعته والعناصر، نكون خلصنا الدرس الثالث. ربنا يوفقكم يا اولى اعدادي ويقويكم، وان شاء الله احنا هنجيب النهائي وهتقفلوا، ما تقلقوش. واشوفكم على خير باذن الله في الدرس الرابع علشان نراجع ونرجع لكل درس باذن الله ونستعد لامتحانات الشهر. سلام عليكم.